لا برا جي قاعد يا حسين مش يا حبيبي قاعد زيي ما بنخزرولوش باش ما يجيبش الضغط. لا 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 يطلع يكعبش ولا تو الضغط التعليم على بعض. ولا كيفاش فزتها؟ اي سرميس كل معلقين بالامر نتاع الكريم. 27 سبتمبر 2014 احنا موجودين تقريبا مش تقريبا طبعا موجودين في صفاقس. التوقيت هو 5:30 متاع العشيه في برج قديم اما محلاه معناها فيه شويه تغييرات هكا عصريه. فما مناسبه عائليه مزيانه برشا في البرج هذايا، برج دار الشرفي، برج المرحوم عبد السلام الشرفي هكا ولا الله يرحمه وينعمه. عندهم مناسبه مزيانه، فما فرحه كبيره، فرحه حلوه برشا. لما هم حكي لنا عليها الحفيد احمد الشرفي. احمد اهلا مرحبا بك. وبيك عايشك. هاي احمد قل لي احنا علاش جينا بحذاكم وعلاش استدعيتونا؟ احنا في الحقيقه والله فكره بدات شويه ومن بعد كبرت وكل مره زيدوا فيها عنصر. الفكره هي انه باش نجمعوا التمر. عندنا جنان كما تشوفوا جنان كبير جنان صغير. اما جدي الله يرحمه كان مغروم. نشوفوا تقريبا موجودين 10 نخلات هنا من 6 انواع مختلفه نتاع تمر. تعرفوا الجمهوريه التونسيه تشتهر تقريبا 300 نوع نتاع تمر. الفكره هي انه جدي الله يرحمه كان هو في موسم جني التمور كان عنده واحد اسمه عمار الله يذكره بالخير. كان كل مره يجي يقسم هو وياه الباقي. عمار يجمع يحط لنا ماكلتنا ويهز الباقي يبيعه يصور فيه هو. عمار بعد 40 سنه خدمه ما عادش نجم. دونك ما عادش ثم وريث للصنعه هذه. قلنا احنا باش نبدلوا العاده ونخل كبروا ما عادش نخلطوا باش نجمعوا وحدنا. لذلك قلنا باش جبنا اختصاصي في جني التمور. جاء عم الصدق جبناه في نهار واحد يهبط الغله الكل. احنا حبينا نخلطوا وعمليه الجمعه ما بارامون جينا مأخر شويه. الحكايه تبدا من 3 بدينا من بكري. العام الجاي ان شاء الله تنجموا تخلطوا عليها. تجيو من بكري وتتفرجوا على عمليه جني التمور. دونك عم الصادق جاء جمع الغله الكل واحنا لمينا العائله الكل باش خاطر الغله ما شاء الله خيرات. دونك باش نفرقوها على العائله وقلنا نربطوا الشيء هذايا بالعادات نتاعنا في مكة التمور. حلوه العاده بالحق احمد واللي عجبني معناها. هاي تو خطونا اختك زاده مش تزيد تواصل. اولا اللي عجبتني في الحكايه هي ترابط الاجيال. احمد شبيك بعد تقرب لي. دونك اول حاجه هي ترابط الاجيال بالحق معناها كيفاش عاده ورثتوها على الجدود وحاولتوا تحافظوا عليها. وانتم الاحفاد معناها نتخيل زاد الفكره مازالت تتواصل. يمكن تولي عصريه ديما اكثر اما الفكره تتواصل. فاطمه شنو الجو تو هكا العباد اللي تسمع فينا خلينا نوصفولها شنو الجو الموجود يعني. والله الحمد لله معناها برشا اصحابنا واحبابنا اليوم شرفونا اليوم باش يجيو. حضرنا لهم بسيسه وحضرنا لهم روينه. اللي ما يعرفش روينه الذراع اللي بالماء والزيت وجبنا زاد اللاقمي. وعملنا اجواء هكا شويه تذكرني انا باجواء الجنوب هكا في جمع التمور وكل شيء. وان شاء الله هذه احنا سنه عملناها تجربه. احنا الله يرحمه جدي كان معناها كل عام في جني التمور يجي. عم عمار كان يجي معناها مش مره يجي برشا مرات. كل ما تطيب شويه يجي يجني التمور نتاعو وجدي فرقهم على حبيبه واصحابه. احنا باش نطوروا شويه جبناهم لهوني السنه معناها جمعنا كل شيء
كل واحد ان شاء الله تو بعد شويه يهز شويه معاه. دونك فاتوما عباره في عرس بالحق، معناها عباره في فرح، واحنا برنامجنا اسمه افراح دايما، وان شاء الله ديما يربي عندكم الفرح. يعيشك يعيشك. كراسي وطواول وامبيونس حلوه. يعيشك. هو التجربه احنا جيت هكاكا معناها فيها تعب ولا؟ تعبنا برشا. فيها اي عمتك قاعده نشوف فيها هاي جايبه عمتي هاكي تجري بصحفه تمر، والاخرى بصحفه تمر نتاعها اسمه طابونيه هذاك تجري بيه عمتي، خاطر كل نعمه نعمه يا نعمه اجا بحذانا اجا نعمه ما جاهز المشناع. اي السبه ساعه سليمه نعمه. سليمه نيستي. اي شنو احوالك؟ سافا لاباس. وين نيستي عاد وحنا نسجلوا في حاجه نيستي حق عليها. هاي قول لي نعمه، الفكره مزيانه محليها، حكيوا لي عليها ولاد خوك. وانتوما كعمات وكخالات كعائله دونك موافقين عليها الحكايه؟ موافقين، ويرحم الوالدين ويرحم الخله ويعطي الصحه خويا في الفكره الباهيه هذيا، وربي يطول في عمره وربي يعيش صغيراته ويعاونوه، ومرته زاد على راسه واقفه معاه وعاونته وبارك الله فيهم الناس الكل، وهي فكره طيبه ويرحم الوالدين. اسمع تو انت ريتك جايبه هكا صحفه في يدك، معناها شنو هذاك؟ هم انواع نتاع بلح، انواع نتاع رطب. شنو هما الانواع اللي انت تعرفها اللي موجودين؟ عندنا رطب اسمه طابونيه، البلح حلويه، رطبو شو اسمه لا اله الا محمد رسول الله، الرطب ذبانه جبسيه، انواع واشكال عندنا برشا. خاطر شين اي موقع معناها هيك اجتهاد منه هو، معناها يعطيه الصحه. لا حلو، يعطيكم الصحه، واكيد اذا كان ما بقاش تشجيع انتم زاد يعطيكم الصحه. يلا يبقى يقول شو تقول البرنامج افرحكم ديما على امي. يعيشك بارك الله فيك، وان شاء الله في ربي يعيشك الاولاد، وان شاء الله في نجاحهم. لا هذه ولا لا البوابة من برانسيب تاع الإذاعة ولا ولا الروينة هذه عندها برشا ما 50 سنة على قبل. اي صار برشا كيفاش الجو؟ هذا الروينة تلمسلوه احنا صغار برشا. الروينة هذه؟ اما كيف ما ناقص قطرة زيت هكا. خويا زيت. هاي كلمة ساعة. ايه الروينة خير من البسيسة. هاي بكي. وشنو هي تركيبتها الروينة؟ هاي لذيذة. مش دراع. اي دراع وماء خلطة بالماء وخويا الزيت. والا يعطوا هذايا نتاع الحمص. لا هذيك معروفة بسيسة، أما الروينة بالحق. ما عندنا أنواع نتاع بلح. الناس في الجريد عندهم احنا عندنا هذايا مثلا الحلوية هذه ما تلقاش. شو اسمها؟ حلوية أصلا منين؟ من قابسة؟ لا ما نعرفش، من صفاقس تطلع؟ أنا نعرفها موجودة في الجنان عندنا. بالنسبة برا بالنسبة الحلوية. أي نسبة بالرشد. رشدي هكا يقولوا مقابس. خويا الحلوية ما تاكلش بالسيسة، تاكل كامل بالروينة. كما ديما في العشوية مع دار الشرفي في برج المرحوم عبد السلام الشرفي، وبحذينا ولده صاحب الفكرة وصاحب هاللمة المزيانة سي سامي. هيحكيوا لي انا بكري شويه الاحفاد معناها الاولاد على الفكره، ما نحب نزيد نسمعها من عندك. الفكره هذه شجر القلب توا كثير جينيراسيون الرابعه الجيل الرابع. ايه ما كناش لاقيين بهم برشا. توا انا حبيت نتعماو الاسماء، حبيت من التجربه نتاع الهوا. القهوة نوعيات هي جابوها جابوا من قابس، جابوا من الحامة، جابوا من توزر، نوعيات موجودة معناتها قليل الوجود نتاعها.
شو اسمهم هما؟ شو اسمهم؟ اي كل واحد اسمه. عندنا طابون، عندنا الحلواي، عندنا خط الشين، عندنا خشم حمار، عندنا جيبسيه. هذوما انواع نتاع، وثم اللي يطيب بدري وثم اللي يطيب مؤخر شويه. واحنا نتبعوا فيهم بشويه بشويه. اليوم حابين نعملوا لما شويه احباب اصحاب معناتها قاعده خاصه معناتها. اي اذا كان الفكره عجبت واليد العامله موجوده ما عنديش مشكل. باش نعملها حفله العام الجاي نوسعوا اكثر في الفرح. نوزعوا اكثر. ما عنديش مشكل معناتها. احنا شوف فيها راي صراحه خدمه تاع صراحه. انا عندي حكيوا لي الاولاد اللي عم عمار ما عادش يقدر، اللي كان يجمع هو قبل وتو سي عمار هذايا 40 سنه هو في الحومه. هو اللي يجمع لكم. هو اللي يجمع لنا، هو اللي قبل الجمعان، هو اللي تبع النخله ينظفها ومن بعد يذكرها ومن بعد يجي كل نهارين ثلاثه يجمع. الخطر هذايا ما يتاكلش فرد نهار، ما يتكسرش فرد نهار. معناتها لازم تتبع شويه بشويه. كل نهار تجمع شويه. تو بالتكنولوجيا الجديده نتاع كونجيلاسيون نتاع الحكايه هذيك يمكن ثم نتيجه نتاع معناها قلت وين برمجوا له في نهير برك. برمجوا له في نهير برك. اعطيني ايش قاعدين تقدموا لهم الضيوف؟ قدمنا لهم النقبي. اي قدمنا لهم اي قدمنا لهم الانواع نتاع الواحد، البسيسه، الروينه، احنا نقولوا روينه ما عادش اخرين يسموها. اي معناتها كل ما درع وزيت روينه. نتاع عادات نتاعنا احنا معناتها نتاع 100 سنين. اي ونحس اللمه مزيانه ياسر في داركم. مرحبا بكم. والبرج هذايا ميناجي جديد، ميناجي حافظنا على حاجات تخدم رجعناها ونقلنا على القديم حاجات باش تجي شويه عصريه. قديش عمره تو البرج هذايا؟ البرج فوق 100 سنه. فوق 100 سنه. اكثر من 100 سنه. وكما قلت انت دونك عملنا في زور احنا لداخل محلاه. انا حاولنا صحيح معناها فما شويه تحضيرات هكا. حاولنا باش نعملوا نحافظوا على اللحم نتاعو معناتها على النمط نتاعو. وشويه تطور معناتها. هو انت معايا ولا سي سامي انه صالة الدار قبل البرج والدار العربي كانت تتعاون برشا على اللمه العائليه اكثر من تو؟ اي كنا نسكنوا في بيت فيها 3 مقاصر. هيك العائله كامله. نكون انا جينيراسيون اللي قبلي عاشت هذا الباهي. انا خلطت عليها خلوط معناتها. اللي البرج فيه بيت وزوج مقاصر 3 مقاصر والعائله كامله تسكن في البيت والمقاصر. باهي المدام هي اللي خليتها انت شافه على الحكايه اليوم. المدام شافه نسميوها المدام شكون نسموا عليها؟ عنايات. مدام عنايات تعبناها اليوم برشا. نعيطوا لكم. اي عنايات هي سما هي مولات الفرح اليوم. تعاوننا نسأل. هي شيف ديكيب. اليوم كان عندنا برشا ناس تخدم هون من الصباح. معناتها بدينا 7 نتاع الصباح. تقريبا 7 من الناس 8 من الناس يخدموا هنا. باش نجمنا معناها عملتوا الصباح للجمعان والعشيه للمه نتاع الحبايبات. هيا سيدي ربي يدوم الفرح ان شاء الله عندكم سي سامي، عقبه ان شاء الله نجاح الاولاد وفرحتهم. يعيشك. شكرا الله فيكم. يعيشك يعطيكم الصحه ونستونا يا سيدي. يعيشك. السلام عليكم. جلولي مدام شرفي. دونك مدام عنايات الجلولي الشرفي. سما انت مولات دار الفرح اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ديما عندكم الافراح ان شاء الله. ان شاء الله يا لالا. بكري حكينا شويه مع سي سامي مع بعض الخيال ونحبوا نحكيو تو انتم اش قدمتوا لهم بالضبط. الروينه خاصه شنو هي؟ الروينه هي ذراع، معناها ذراع دقيق ذراع نخلطوها بشويه زيت بالباهي، بالزيت تقعد تخلط فيها بالباهي حتى تشد بعضها، معناها من بعد نزيدوها شويه ماء وتبدا تحرك فيها حتى تولي هوموجين معناها كلها من الماكلات التقليديه. الماكلات التقليديه وناكلوها خاصه بالتمر وبالبلح، وخاصه احنا اللي تو في اليوم النهار اليوم عملناه اللي عندنا الانواع التابونه والحلويه وخط الشين والقبسيه، هذوما انواع التمر اللي موجودين عندنا هنا في الجناء. المهم انت تعبوك اليوم من الصباح؟ لا والله مرحبا بيه اللي جاي والجماعه الكل فرحانين اليوم لما تجمع بين الشباب هذوما نتاع شبابنا اليوم وبين احنا عندنا احنا اللي هو جيل قبلهم، معناها جيل ما بيننا وبينهم شلطه. شويه مش شلطه.
دونك لاله يعطيك الصحه ان شاء الله. ان شاء الله ديما الفرح في دارك، يعيشك ينجح الاولاد، يعيشك يسلمك، بارك الله فيك. وان شاء الله العاده هذه ديما تتواصل عنكم. يعيشك وانتم انستونا بحضوركم زاد معنا هوني. يعيشك اللي يعطيك الصحه مدام عنايات، وتشرفنا بمعرفتك ان شاء الله. ميرسي بوكو. يعيشك بيانتو ان شاء الله. ميرسي. يعيشك. هاي تعرف والبرنامج في